كنت من زمان بسمع عن القطط السودا. الناس كلها كانت بتقول إن هي نذير شؤم وإن هي مرتبطة بالجن، بس عمري ما كنت بصدق الكلام ده لحد الليلة اللي شفت فيها القط الأسود بعيني، واللي بعدها حياتي كلها اتغيرت. القصة بدأت لما انتقلت إن أنا أعيش في بيت جدي القديم في اسكندرية بعد وفاته. البيت كان كبير قوي ومهجور من سنين. أول ما دخلته حسيت بريحة تراب ورطوبة غريبة جدا، الهدوء اللي يخلي قلبك يدق بسرعة من غير سبب. وأنا بلف في البيت لقيت صورة قديمة لجدي، وكان واقف جنبه قط أسود بعينين بتلمع كأنها حية. استغربت لأننا عمرنا ما كان عندنا قطط في البيت. عديت الموضوع على إنه صدفة، بس الليلة دي وأنا نايمة سمعت خربشة على باب الأوضة. قمت أبص من العين السحرية لقيت قط أسود واقف، عينه بتلمع بلون غريب كأنها مش عين قط طبيعية. فتحت الباب بسرعة، ما لقيتش حاجة. تاني يوم وانا خارجة من البيت لقيت نفس القط مستنيني تحت العمارة. حاولت ابعده بس هو كان بيتابعني في كل حتة، واللي خوفني اكتر ان كل مرة يظهر فيها يحصل بعدها مصيبة. اول مرة شفته وانا راجعة من الجامعة، بعدها بدقايق عرفت ان في واحدة من صاحبتي عملت حادثة بالعربية. تاني مرة شفته قاعد على سور البيت، بعدها لقيت جارنا اللي ساكن فوق مات فجأة من غير سبب. ابتديت اقتنع ان هو مش قط عادي، وانه مش مجرد حيوان، كأنه علامة على حاجة جاية. وفي يوم وانا قاعدة في أوضة جدي لقيت دفتر قديم وسط الكتب. الدفتر ما فيه مكتوب بخط ايد، كأنه جدي كان بيتكلم عن اتفاق هو عمله زمان مع كائن غامض علشان يحمي البيت والثروة. الاتفاق كان بسيط، الكائن ده هيظهر على شكل قط اسود، وكل ما يظهر في انذار ان في روح هتتاخد. قلبي وقع لاني استوعبت ان القط اللي بيظهر مش مجرد قط، ده الحارس اللي جدي سابه وراه. بس اللي رعبني اكتر ان اخر صفحة في الدفتر كان مكتوب فيها القط الاسود هيجي ياخد اخر واحدة من العيلة واللعنة هتخلص. قفلت الدفتر وانا مرعوبة، وبالفعل في الليلة دي وانا قاعدة في اوضتي سمعت الخربشة على الباب تاني. قربت وبصيت من العين السحرية لقيت القط الاسود واقف، بس المرة دي ما كانش عينه بس اللي بتلمع، كان جسمه كله بيتهز، وصوته أشبه بضحكة غريبة. فجأة الكهرباء قطعت والبيت كله بقى ضلمة، ولما رجعت ما لقيتش القط، لكن لقيت اسم جدي متشال من صورة العيلة واتكتب بداله اسمي.